فانا بصراحه يعني بيصعب عليا نفسي قوي لما بشوف القناه بتاعتي اللي انا تعبت فيها يا جماعه من بدايه ما طلعت على اليوتيوب، وانا مطفلحه والله العظيم، اكتر واحده بتعب في اليوتيوب. انا هصور الفيديو ده مع انه والله العظيم عارفه ان انتوا كرهتوني في المطبخ. ليه بقى؟ لان مفيش اي تفاعل، كل ما بصور يعني بتقولوا لي يا فاطمه صورنا في المطبخ، صورنا في مش عارفه في الشقه، صورنا فين، وفي الاخر يا جماعه مش بتتابعوني. ايوه كده انا جايه اعتب عليكم من الاخر كده، تمام؟ فقولوا لي بجد يعني، صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي في قلبكم، وقولوا ايه، ندعم فاطمه بقى عد بقلب جامد. تمام؟ النهارده يا حبايبي عامله لكم بسم الله ما شاء الله. بص يا واد يا ابو ادم يا واد، بص الحته دي من الصدر، انا مقطع الصدر كذا حته. ده ايه بقى اللي انت عاملاه يا فاطمه؟ لسه البيبيه اللي عندي فوق، عمال اقول لي يا ابو ادم ما تذكر بيبي يا ابو ادم. فضلت تحرب ورا البيبيات لغايه ما خلتني ايه، ما خليتش، ما والله شطبت عليهم كلهم. فرحت قلت ايه، والله البيبيه دي قاعده حزينه في وسط الطيور لا اجيبها، كربزت وحلوت كده فاغرتني، فرحت جبتها. تقول لي بقى فانا وشفا على العيال وبنشتري بعد كده بنجيب ليه. وبصراحه الطيور اليومين دول يا اخواتي يعني صعب البيت والله. قلت اعمل شويه فاصوليا حلوين اهو، بص بيموتوا في الفاصوليا عيال والله بيعشقوها. بس انا احب في بدايتي يا جماعه الكريم الاول اشكر كل اخواتي وحبايبي اللي دخلوا لي في القناه دي، شكرا لكم بجد. تمام؟ واحب برضه اشكر اختي وحبيبتي قبل اي شيء، اسمها هاجر. اختي عائشة. حبيبه قلب عائشه من السعوديه. ربنا يصلح حالك ويجبر بخاطرك ويجعل لك يا رب في كل خطوه سلامه وابتسامه يا غاليه زي ما بتجبر بخاطرك. الست دي بتعمل ايه معاك يا فاطمه؟ هقول لكم دلوقتي بتعمل ايه. بتعمل كل خير. الست دي يا اخواتي ما بتستخسرش فيها وفي عيالي حاجه. كل فيديو انزله تدخل على الفيديو على طول، ما كانش بمتابعه الاعلانات مثلا يعني تشير له اللايف مثلا، بتاع اللايف الفيديو تحط اللايك كده تروح تبعت لي تشكرات في كل فيديو كده. فانا ربنا يخليكي ليا يا رب ويصلح حالك ويجبر بخاطرك وينولك كل ما تتمني يا قادر يا كريم ويبعد عنك كل مكروه. والكلام ده والدعاوي دي يعني بصوا اخص بها كل الناس الحلوه اللي بتحب الخير لبعض، الناس الحلوه اللي بتحب الخير لبعضيها دي. ربنا يا رب يصلح حالكم يا رب ويجازيكم خير على كل اعمال الخير اللي انتم بتعملوها وعلى حبكم بس اللي من جوه ده للغير. اهم حاجه اللي احنا مفتقدينه في زماننا، لو حبينا بعض وجينا ايد واحده كده والله العظيم الدنيا دي هتبقى في حته تاني. بس لو حبينا بعض ما تجيش جوانا هنا كده حته اللي هي ايه، الرضا، ان احنا نرضى على بعض. فتلاقي النفوس شايله من بعضها. ابقى ماشيه مثلا مع واحده صاحبتي، ابقى مصاحبوها اصحاب الروح بالروح، بنحبوا بعض من زمان، وبقول دي صديقتي دي اختي، وابص الاقيها ايه تضرب في ظهري، تبقى في وشي مرايه وفي الظهر سليه. ده اللي انا بكرهه عامه يا اخواتي. عارفين يعني ايه في الوش مرايه وفي الظهر سليه؟ اللي انتوا ايه، تبقى حبيبتك في وشك انما في ظهرك بتذم فيكي. ليه بقى؟ مش عشان انت وحشه، عشان انت احسن منها، عشان هي حافظه عليك وغيرانه منك. ما تقوليش بقى غيرانه، هتغير منك في ايه؟ ممكن ضحكتي بتغيظها تغير منها، ممكن اكون يعني مش هقول لكم يعني ممكن اكون مميزاها في حاجات كتيره جدا، وممكن تكون هي خلي بالكم معدياني في حاجات كتيره بس هي مش شايفه نفسها. هي كل همها ان هي باصه لي انا، باصه للي في ايدي انا وبس. عشان كده مش هترتاحي ابدا. برضه يا اخواتي عايزه اتكلم في حاجه. الناس اللي هي بتقعد تقول لي ايه يا فاطمه ما انت غير المحتوى بتاعك، مش عايزينك زهقنا بقى من الروتينات والطبيخ والبتاع والكلام ده. انا فاهمك انت عايزه تقول ايه. بصي يا حبيبه قلبي، يعني انا عارفه طبعا وبشوف بعناية ان في ناس كتيره قوي اصحاب قنوات كتيره قوي ما بيتعبوش في محتواهم ولا عندهم محتوى اصلا، اللي هو ايه، حبه حوارات من هنا، حبه مش عارفه ايه من هنا. شوفوني بقى فانت هتشوفوهم طبعا، دول متشافين قوي وانتوا عارفين يعني، وانتوا عارفين انا اقصد ايه. تمام؟ فمن ناحيه الحته دي يا اخواتي انا كان ممكن خلي بالكم
اطول معاكم جو في قصه المشكله اللي كانت حاصله لي دي، ولا كان حد هيتكلم معايا ولا يعتب معايا. بس انا ايه، عندي 1+1=2، ما عنديش انا اللقم بقى والخبز وكده، ولا عارفه اللف والدوران. وعامه انتوا عارفيني من زمان، الناس اللي متابعه معايا من الاول عارفين انا ايه وعارفين محتواي. انا بحب امشي كده دغري. احب ما كنتش افيد في المحتوى بتاعي، حتى ان شاء الله لو كانت بنوته صغيره لسه يعني في بدايه حياتها كده، تقول لك انا راح اتفرج على فاطمه كده بتديني طاقه ايجابيه وهي بتطبخ وهي بتعمل وهي بتنظف، وانا اقوم اعمل زيها. هي كده ما استفادتش، ما استفادت، اصلا انا مش مخترعه الذره يعني. يعني كمحتوى زي كده، طالما انت استفدت مني، طالما بتنتظر الفيديو بتاعي علشان خاطر تاخدي مني طاقه ايجابيه او طاقه نشاط، يبقى انا كده كويسه. انتوا بقى عايز ناس كتيره تدخل تقول لي غير محتويك. الناس دول بقى اللي انتوا عايزينه عمركم ما هتلاقوه عندي. انتوا عايزين طبعا حوارات، عايزين مشاكل، عايزين قصص، عايزين تمثيليات، عايزين مسلسلات الواحد يطول فيها بقى والكلام ده. انا مش بتاعت الكلام ده يا جماعه، والا ما كانتش قناتي وصلت اللي هي فيه دلوقتي. فانا يا حبايب قلبي عايزه اقول لكم كلمتين. بصوا، اي نعم طبعا اليوتيوب دوت كلكم عارفين الكلام ده، من غير ما انا اقول لكم ان هو مصدر رزق ليا ولعيالي وكده. يعني بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى، انا ربنا كتب لي ان يكون لي لقمه عيش في التيك توك، او يكون سبب في اليوتيوب، يكون سبب ان انا ايه، انه يطلع لي منه مثلا لقمه عيش. ف يعني يؤسفني ان انا اقول لكم ان انا مش هقدر اغير المحتوى بتاعي، ومش هقدر ان انا اكون بتاعت حوارات والكلام ده، ان لا مبدئي ولا اخلاقي ولا حياتي تسمح لي ان انا اعمل كده، ولا حيائي يسمحوا لي ان انا ايه، اعمل المحتويات اللي انتوا بتسموها محتويات دي يعني. فبس فعايزين يا جماعه تتابعوني على الوضع اللي انا فيه دوت، وتصبروا معايا لغايه ما ربنا يكرمني ان شاء الله، ونقف على رجلينا كده، واغير لكم واشكل لكم في انواع الروتينات عندي، واعمل لكم برضه فلوجات، واعمل لكم فسح وكلام. انا عارفه ان القناه بتاعتنا يعني محتاجه شويه تنوع، شويه تغيير، بس انا ظروفي يا جماعه، ظروفي مش سامحه. هي ظروفي، امكانياتي كده، امكانياتي على كده. انا خلي بالكم بيصعب عليا نفس جو ان انا اتكلم معاكم في حاجه زي كده. فانا بصراحه يعني بيصعب عليا نفس جو لما بشوف القناه بتاعتي اللي انا تعبت فيها يا جماعه من بدايه ما طلعت على اليوتيوب، وانا مطفلحه والله العظيم، اكتر واحده بتعب في اليوتيوب. انا اسفه يا اخواتي، بس بصوا في الاخر كده طبعا رزقنا ورزقك على الله، ورزق الناس كلها على الله. والله لو كان الرزق بيدين العبد كان قطع. فانا يا اخواتي هو ده محتوي اللي انا بتشرف بيه، برضه بتشرف بيه. يعني بشوف الناس كلها لما بيقابلوني في اي مكان ما بيتكسفوش ان هم يجوا يسلموا عليا. فهو ده الحاجه الوحيده الجميله اللي انا خدتها من اليوتيوب، ان انا ابقى فخوره بنفسي. بس فهو ده محتوي، ورزقك على الله. صليتوا بنا على النبي كده يا حبيبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا عملت الفيديو ده والله مخصوص يا حبايبي. يعني ايه، يعني بص، انا عايزه اشتغل في القناه، انا حابه ان انا اشتغل وعايزه اشتغل، وانا بحب اصلا اليوتيوب، بحب قناتي جدا وبحب شغلي وبعتز بيه. بس كأفكار للقناة، في أفكار كتيرة جوا ممكن تتعمل، وفي فيديوهات كتيرة جوا ممكن الواحد يعملها. بس هي زي ما قلت لكم كده، اللي ما تابعنيش يعني في بداية الفيديو، يعني انا بحب ان انا اوضح الصورة قدامكم عشان ما ابقاش كدابة يعني، وعشان تبقى كل حاجة قدام عينيكم.
انا امكانياتي مش سامحالي على الاقل الفترة دي يعني امكانياتي او ظروفي مش سامحالي ان انا اجدد في القناة كتجديد، اللي هو التجديد اللي انتوا عايزينه، او على الاقل او بمعنى صح يعني اللي انتوا بتحبوا اللي انتوا تشوفوه. تمام. اللي هو بقى فرش جديد، مطبخ جديد، آه معرفش، مثلا ركنة، الكلام ده كله. وانا الحاجات دي برضو انا محتاجة ان انا اعمل الحاجات دي برضو انا هستفاد بها في بيتي يعني. والتجديد حلو، التجديد كتجديد لوحده بس كده يعني طاقة ايجابية قوي بالنسبة للبيت، برضو نظافة وتجديد للبيت. بس عشان خاطر بس انا حبيت ان انا اكون واضحة معاكم يعني. بس يعني الحاجات دي كلها هتيجي ان شاء الله وهنعملها، وانا نفسي برضو ان انا اعمل كل الحاجات دي، بس ايه بوقفتكم معايا ان انتوا تقفوا معايا كده في القناة و... ويعني تدعموني، او مش هقول لكم زي الاول، على الاقل ان احنا نوقف القناة من تاني. تمام. يعني اللي بيحط اللايك والله كده دعمني، اللي بيصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الكومنتات برضو دعم ليا. اللي ما يكونش دعم يعني دعم مادي بيبقى دعم معنوي، ومحدش يفهم كلمة دعم مادي دي بالمعنى اللي هو عايز يفهمه، المعنى الغلط. لان معنى ان انا اقول الدعم المادي ان انتوا تسمعوا لي الاعلانات. تمام. وبرضو مشكورين برضو اخواتي وحبايبي برضو، عشان ما بقاش نكرة للجميل، الناس الحلوة اللي بتبعت لي تشكرات والله العظيم. ان عايزة اقول لكم ان التشكرات دي هي الحاجة الوحيدة الموجودة عندي حاليا في ربح القناة، لان التقصير في متابعة الاعلانات بيقصر طبعا في الربح. تمام. بس فبص يا اخوات، بالنسبة يعني ايه للاكل، في موقف دلوقتي هتشوفوه بتمنى ان انتوا يعني ايه لو علقتوا فيه هو موقف غريب قوي بصراحة، يعني بيحصل على طول، خلي بالك تقريبا يوميا يعني. عم طلعت يعني دايما هو بيعمل الحركة دي، يعني ايه اديله نايبه او بدل ما يديله نايبه يروح يحطه تحت الطبلية. فيا اخواتي ما تفهموش غلط، هو بيحب الحركة دي. لما قلت له حط يا عم طلعت فوق الطبلية ما ينفعش، راح كان يحطه تحت الكنبة. يعني انا مش عارفة، بس دي خاصلة فيه من زمان على فكرة يعني، مش عشان خاطر انتوا الفيديو قبل كده نزل من حوالي سنة او حاجة برضو اتفهم غلط. هو ليه بيدس الاكل والكلام ده، ومش حكاية دس ولا حاجة، هو بيحب يحط نايبه كده يخفيه يعني، يحطه تحت الطبلية. طب المرة دي يعني كويس انتوا شفتوه تحت الطبلية وكان يحطه تحت الكنبة. فيعني ما تفهموش غلط، ده عادي، ده هو كده على طول. صليتوا بينا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يا اخواتي ولا لسه؟ صلوا بينا على النبي كده يا حبايبي وحطوا اللايك، اهم حاجه حطوا اللايك يا حبايبي. بس طبعا الاهم من اللايك الصلاة على النبي، يعني بدل ما ناس تقول لي هو انت اهم حاجه عندك انك نحط اللايك وما نصليش على النبي، استحيلة طبعا. اصلا في ناس بحب ان انا اوضح الكلام كتير، عشان يعني هي بتبقى الناس فاهمة دول اللي انا بتكلم عنهم بيبقوا فاهمين وبرضك بيلفوا الكلام ويحوروه. فانا بعمل ايه، اريح دماغي وبتكلم في كل حاجة. بص يا حبيب قلبي، نزلت السوق بقى لقيت الشطة الحمرا كده بتندهلي، يا سلام يا جميله والله بتنده عليا كده. فقلت والله اما يا بنتي يا فاطمه لا اجيب شويه شطه وايه بقى اعملهم هريسه حاجه كده، والله العظيم تحفه حكايه. ورحت ايه بقى عيد فصصت عليهم راسين توم، وحطيت لهم بقى ادي البهارات بتاعتي شويه اللهم صل على حضره النبي بتاع ده، كزبره وملح وخل.
وزيت ما اقولكيش والله العظيم، شوية هريسة حكاية حكاية حكاية. يعني ما تعملوا سمك مشوي كده واعملوا الطريقة بتاعت الهريسة بتاعت دي وحطوا عليها على السمك، والله العظيم هتاكلوا صوابعكم وروها. طبعا يا اخواتي انا عارفة ان في ناس هتعلق على الحتة دي والمقطع ده بالذات. هو انت ازاي بتعملي في الخلاط؟ عشان هقول لكم يا جماعة، انا فعلا عندي كبة ما انكرش ده، والكبة دي كمان مش كبة عادية، دي الكبة دي والله جات لي من السعودية، يعني كبة يعني اكيد حاجة نظيفة. تمام. يعني حاجة نظيفة في استعمالها، يعني حاجة يعني قيمة، فاهمين انتوا؟ يعني مش حاجة وخلاص. بس المشكلة ان لما نجلنا وكده العفش والكلام ده، اكيد 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 في حاجة منها يا اتكسرت يا نقصت، مش عارفة. المهم ان انا جيت استعملها مع التوم لما كان التوم لسه طالع فوق في بداية السنة، كان لسه التوم اخضر. فروحت بقى قلت انا بشوف فيديوهات كتيرة الناس تعمل التوم يعني وفيهم، فقلت والله اما اجرب الكبة. رحت عملتها، حطيتهم في الكبة، ما اشتغلتش. يعني اللي هو زن كده وخلص الكلام، بس فما اشتغلتش. قلت خلاص بقى، رحت فبستعملهم بصراحة. بعمل كل حاجة في الخلاط، هو الخلاط كويس ونافعني ما شاء الله بصراحة، يعني عشان اكون صراحة معيكم. بس كنت جايبة في اليوم دوت قفص طماطم. اليومين دول يا اخواتي في يعني بص تغيير الجو والكلام دوت تعبنا. انا تعبانة تعب فظيع والله العظيم، يعني تعبانة قوي، فحتى صوتي يعني يبان من نبرة صوتي ان في تعب. المهم يا حبايبي، كنت بقول كنت جايبة قفص طماطم برضو. الطماطم غالية جو، خلي بالكوا عندنا ب20 وب15 وكده. بس في حد صاحب ابو ادم الله يبارك له ويجازيه خير يا رب، ده كل مدى كده يعني كل شهر بيجيب لنا عدية. او ابو ادم كل ما مثلا نعوز اقول لابو ادم اتصل بيه وخليه يجيب لنا عدية، والله بيجيب لنا عداية حلوة وبيدهلنا، خلي بالكوا رخيصة، بيدهلنا بسعر الجملة. فالله يبارك له يا رب ويجازي خير. بس يعني بيديها لابو ادم يعني عشان خاطر يعني الصحوبية والكلام ده. هو يعني بص بيعملها لنا كده يعني محبة لابو ادم، فاهمين؟ ابو ادم برضو خلي بالكوا انسان طيب وخدوم على فكرة، يعني اللي بيروح للشغل جواز سفر بتاعه والله بيخدمه، انسان طيب جدا محترم. يعني اي ادارة تاني برضو بيقف معاه فيها. فالناس كلها بتحبه واي حد والله يعني من معارفه بيتمنوا ان هم يبقوا عايزين يخدموه. هو طبعا طلع على الشجرة وقال لي انا هجيب لك خبرها، بتوسخ لي الهدوم يا جماعة والله. هو انا بحبها جدا وما بحبش حد يجي عندها، بس للاسف طولت بس بزيادة عن اللزوم. وانا لما اكون نشرة مثلا الغسيل بلاقي الغسيل نزل عليها، وخصوصا الملايات والعبايات عشان هم اطول حاجة فبتوسخهم. بص يا حبايبي، لقينا هنا العش ده فيه العش ده فيه فيل، طبعا طلع فاضي. ادم كان نفسه يلاقي فيها عصافير، ما لقاش في حاجة خالص، زعل طبعا. والله قصينا الشجرة كده، يعني احنا خفيناها شوية، بس هنجيب الراجل بإذن الله كده يظبطهن بإذنك يا رب. بس بص انا كنت واخداهم قال وراح ازرعهم، يا فرحتي هيتزرعوا ازاي النبي وهم بالشكل ده؟ اقول له بيضة عادي، انا ابحث هنا حفرة واحطهم فيها واسقيها وهتطلع، على اساس قال انها هتطلع لوحدها. قال لي لا، ده لازم تبقى عوكل بس. يلا يا اخواتي، يا رب ما كنتش بس ما كنتش ازعجتكم في الفيديو ده، وتكونوا يا رب بتقضوا معانا وقت يكون كويس. وما تزعلوش بقى مني يا حبيب قلبي ان كنت يعني اتحمكت وكده وزعلت في القناة علشان القناة والكلام ده. انتوا عارفين يعني الوضع وعارفين المعيش وعارفين كل حاجة عني، ما حبيتش ان انا اخبي عليكم حاجة.
بس كده يا حبايبي، صلوا بينا على النبي. واللي نسي يحط اللايك يا اخواتي يا ريت يحط اللايك. اللايك برضو ليه دور، خلي بالكم في القناه، فما تبخلوش علينا فيه. يلا اشوفكم على خير، الف الف مليون سلامه يا احلى اخواتي.